guys. ساعات بيحصل حالات وفاة لصديقك الأجنبي أو حتى صديقك المصري اللي انت هتبعت له في الميل وتقول له قد ايه انت بتقدم ليه تعازيك. ازاي تقول ده بالانجلش؟ مبدئيا علشان تقول ان حد توفى بتقول he has passed away. he has passed away. pass away. pass away. pass away يعني توفى. كلمة تعازي يعني condolence. 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 طبعا الكلمة مجعلصة شوية وهيبقى صعب انك تعبر بيها، بس ممكن تكتبها. طب ايه الجمل السهلة بسيطة اللي انا ممكن اعبر بيها عن حزني الشديد للشخص اللي عنده حالة وفاة؟ ممكن تقول so sorry to hear of passing. تعالوا نتخيل ان الشخص اللي مات اسمه جون. so sorry to hear of John's passing. so sorry to hear of John's passing. لو والدة صديقك مثلا so sorry to hear of your mother's passing. ممكن تقول I'm very sorry for your loss. I'm very sorry for your loss. I'm very sorry for your loss. أنا آسف جدا لخسارتك. You are in my thoughts and prayers. You are in my thoughts and prayers. أنت دايما في بالي وفي صلواتي. My heart is heavy as I'm thinking of your mom. My heart is heavy as I'm thinking of your mom. My sincere condolence. My sincere condolence يعني مع خالص التعازي. أو ممكن تقول he will surely be missed. He will surely be missed. Thank you so much. أتمنى الفيديو يكون فايدك ويبعد عنكم كل شر. لو عجبك الفيديو دوس لايك شير سبسكرايب من يوتيوب، واشوفكم الفيديو الجاي. ما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه، ولو بتسأل عن كورسات الانجليش ما تنساش تكلم ارقام انجليش زون.